السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ لكل محبي عالم الابراج والفلك والارقام تحيه طيبه من قناه البيت البسيط مع فاطمه محمود. معانا خبر النهارده: الحظ والخير هيخبطوا على باب 4 ابراج محظوظه، الفلوس والسعاده هتغمر بيوتهم وفقا لتوقعات نيفين ابو شاله. برج الاسد: حظ كبير وتغيرات مفاجئه، وسيحظى مواليد برج الاسد بحظ استثنائي في 2025. يذكر ان هذا العام سيشهد لحظات فارقه خاصة في المجال المالي، ستفتح أمامهم فرص جديدة للتوسع وتحقيق الأرباح. لا داعي للقلق من المستقبل، لأن الرياح ستدفعهم في الاتجاه الصحيح، كما أن الحياة الشخصية ستكون مليئة بالسعادة والاستقرار، مما سيساعدهم على إعادة ترتيب أولوياتهم وتحقيق النجاح في مختلف المجالات. برج الجوزاء: صفقات رابحة وعلاقات مثمرة. أبراج الجوزاء ستشهد تطورا ملحوظا في 2025، إذا ستكون أمامهم فرص ذهبية لإبرام صفقات رابحة. الحياة المهنية ستكون أكثر إشراقا وستنقلب الظروف لصالحهم. توقعات نيفين أبو شالة تشير إلى أن مواليد برج الجوزاء سيحققون النجاح الذي طالما حلموا به في مسيرتهم العملية، كما أن العلاقات الشخصية ستزدهر خاصة مع الأشخاص المقربين منهم. حظهم سيكون في أفضل حالاته، ويعتبر هذا العام هو عام الثمار المربحة. برج السرطان: استثمار مربح وحظ وافر من خلال توقعات نيفين أبو شالة. يذكر أن مواليد برج السرطان سيجدون أنفسهم في مرحلة من الاستقرار المالي والمهني. إذا كانوا يفكرون في الاستثمار أو البدء بمشروعات جديدة، فالحظ سيكون في صفهم. في 2024 هو العام الذي سيجلب لهم الفرص المناسبة لتطوير أنفسهم وتحقيق الأرباح. علاوة على ذلك، سيكون لديهم حياة عاطفية متوازنة، مما يجعلهم قادرين على تحقيق النجاح في جميع جوانب حياتهم. برج العقرب: المكاسب المالية وزيادة في الحظ. توقعات نيفين أبو شالة تشير إلى أن مواليد برج العقرب سيواجهون عام 2025 بتفاؤل كبير وحظ استثنائي، خاصة في الجانب المالي. ستتاح لهم فرص لتوسيع أعمالهم وزيادة دخلهم بطرق غير متوقعة. ستكون حياتهم المهنية مليئة بالفرص الجديدة والواعدة، مما سيعزز من شعورهم بالنجاح. أما على الصعيد العاطفي، ستكون هناك تغيرات إيجابية تسهم في استقرارهم النفسي والعاطفي. بناء على توقعات نيفين أبو شالة، فإن مواليد هذه الأبراج الأربعة: الأسد، الجوزاء، السرطان، والعقرب، سيحظون بحظ استثنائي خلال عام 2025. سيغمرهم الخير والنجاح في جميع مجالات حياتهم، وسيحققون مكاسب مالية ضخمة، ويعيشون حياة مليئة بالسعادة والتقدم. وبكده يكون ده الخبر بتاعي والفيديو بتاعي النهاردة. مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد، وعيلتي صغيرة تكبر بيكم يا أحلى متابعين ومشاهدين القناة. لغاية ما ارجع لكم بفيديو آخر، أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب. الحظ والخير هيخبطوا على باب 4 أبراج محظوظة، الفلوس والسعادة هتغمر بيوتهم: برج الأسد، برج الجوزاء، برج السرطان، برج العقرب.